منذ سنوات كاين شي حاجه كتوقع في المغرب بطريقه هادئه بزاف، شي حاجه ما كتطلعش في العناوين الكبيره، ما كتخلقش جدال هستيري، ولكن على المدى الطويل غادي يكون عندها وزن اكبر من بزاف ديال الضجيج الاعلامي. شركه صفخان لاندينغ سيستمز اعلنت مؤخرا على انشاء مصنع جديد في المغرب باستثمار كيبلغ مئات الملايين من اليورو. الهدف ديالو تعزيز انتاج انظمه الهبوط ديال الطائرات ومعاه مئات مناصب الشغل المؤهله الاضافيه. على الورق هادشي باين توسع صناعي عادي، ولكن في الحقيقة ماشي عادي نهائيا، ماشي صدفة، راه نتيجة استراتيجية صناعية تبنات على مدى 20 عام بإيكو سيستمات متخصصة، تكوين موجه، مناطق صناعية مخصصة، وفوق كل شيء إرادة واضحة للانتقال لمستوى أعلى. صحيح أن قطاع السيارات باقي هو الأول في حجم الصادرات، ولكن الطيران كيمثل حاجة مختلفة، تكنولوجيا، بدقة، الاندماج في السلاسل الصناعية الأكثر تعقيدا في العالم. وهنا كيبدا الرهان الحقيقي، واش هاد المصانع غتبقى غير وحدات تنفيذ تابعه القرارات كتاخذ برا، ولا المغرب غادي يحول هاد الاستثمارات لكفاءه محليه مستدامه، الهندسه، الخبره مستقله؟ حيت بعد 20 عام الفرق غيكون واضح، اما المغرب يبقى مورد تنافسي، اما يولي فاعل حقيقي. وهذا التحول هو اللي كيخلي هذا الاعلان استراتيجي اكثر مما باين. باش نفهموا القيمه الحقيقيه لهذا المصنع الجديد ديال صفخان، خاصنا نحطوه في السياق العام ديال تطور الطيران المغربي. في بدايه الالفينات المغرب ما كانش عنده وزن يذكر في هذا القطاع، ما كانش ايكو سيستيم منظم، لا كتله صناعيه، لا صوره دوليه قويه في هذا المجال. اليوم البلاد فيها اكثر من 140 شركه في مجال الطيران، الاف الوظائف المؤهله، واندماج مباشر في السلاسل الصناعيه ديال ايربوس وبوينغ والموردين الكبار ديالهم. هذا التحول ما جا لا بالسحر ولا بالصدفه، جاب استراتيجيه واضحه، خلق مناطق صناعيه مخصصه، بناء منظومات متكامله، تكوين يد عامله متخصصه عبر معاهد مهيئه، وتوفير بيئه مستقره في واحد المنطقه غالبا كتوصف بعدم الاستقرار. انشاء مصنع جديد ديال صفخان لاندينغ سيستمز داخل تماما في هذا المنطق. ما كنهضروش على ورشه تركيب بسيطه، ولكن على انظمه الهبوط، يعني مكونات حساسه مرتبطه مباشره بسلامه الطائرات. وهنا كنهضروا على معايير صناعيه عاليه بزاف وثقه كامله في الموقع الصناعي. وهنا بالضبط كيتجسد جوهر الاستراتيجيه المغربيه في الطيران، الصعود في السلم التكنولوجي. اللي خاصنا نفهموه دابا هو ان قطاع الطيران ماشي بحال اي قطاع اخر. منين شركه بحال صفخان كتقرر تبني وحده صناعيه جديده في بلاد ما كديرهاش بدافع عاطفي، كديرها حيت الايكو سيستم المحلي ولا ناضج كفايه باش يستوعب تكنولوجيا معقده، يكون المهندسين، يدير شهادات دوليه، ويحافظ على مستوى اداء ثابت على المدى الطويل. هذا الشيء كيعني ان المغرب ما بقى غير بلد كيستقبل استثمارات اجنبيه، ولكن ولا حلقه موثوقه في هندسه صناعيه عالميه، وفي واحد العالم اللي سلاسل القيمه فيه بدات كترجع للجهات الاقليميه، واوروبا كتقلب على تامين الامدادات ديالها قدام التوترات الجيوسياسيه. التموضع ديال المغرب ولا استراتيجي، حنا في باب اوروبا، مندمجين تجاريا في السوق الاوروبيه، مستقرين سياسيا، وقادرين نوفروا يد عامله مؤهله بثمن تنافسي. هاد التركيبه نادره، وهي بالضبط اللي كتخلي المغرب يبني منطق بعيد المدى، ما كيعتمدش غير على قطاع السيارات، ولكن يبني اعمده صناعيه متعدده وقويه، والطيران ولا واحد منها بلا شك. وهذا الاعلان كيولي اكثر اهميه حيت ما جا من الفراغ. فكازا في النواصر وحول ميد بارك تبنى تدريجيا كلوستر حقيقي ديال الطيران، فين كيتجمعوا المجهزين، الموردين، مراكز الصيانه، مكاتب الهندسه والتكوين المتخصص. ماشي غير مصانع متفرقه، ولكن منطق اندماج عمودي. كل ما زاد عدد الفاعلين، كل ما تكتشفت سلسله القيمه، كل ما تطورت المهارات المحليه، وكل ما ولا من المنطقي لمجموعات دوليه اخرى تجيب دورها. هادشي بحال كره الثلج الصناعيه. صفخان ما كتستثمرش غير في مصنع، كتقوي ايكو سيستم كامل. وفي الطيران هاد التاثير اساسي، حيت القيمه ما كتكونش غير في التجميع النهائي، ولكن في اتقان المكونات والانظمه الحساسه. وكل ما المغرب قدر يستقطب هاد الحلقات المتقدمه، كل ما قرب لتموقع استراتيجي في السلسله العالميه، نفس المنطق اللي خدم في صناعه السيارات.
البداية بالتجميع، من بعد إدماج الموردين، ومن بعد رفع نسبة الإدماج المحلي. الفرق هو أن في مجال الطيران الحاجز التكنولوجي أعلى، وبالتالي كل استثمار من هذا النوع ماشي غير خبر اقتصادي زوين، ولكن صعود هيكلي حقيقي. ومن هنا كتدخل الجيوسياسة، حيث منين تولي حلقة لا يمكن تعويضها في صناعة استراتيجية كتبدل المكانة ديالك. بلد كيجمع قطع بسيطة يمكن تعويضه بسهولة، ولكن بلد كيصنع مكونات حساسة في طيران مدني وعسكري كيولي صعب تجاوزه. والطيران ماشي قطع محايد، عنده علاقة بالدفاع، بالنقل الاستراتيجي، بالسيادة التكنولوجية. مني شركة بحال صفخان كتزرع قدرات صناعية مستدامة في المغرب، هادشي كيعني أن البلاد داخلة في شبكة صناعية غربية حساسة. ماشي صدفة أن هذا القطاع تطور بعد التقارب الاستراتيجي مع أمريكا وتعزيز الشراكة مع فرنسا. التدفقات الصناعية ديما كتتبع التحالفات السياسية، يعني وراء كل مصنع كاين إشارة. المغرب مستقر، موثوق، آمن ومتموقع في المعسكر الغربي. وكل ما تعزات هذه الثقة الصناعية كل ما تقوى الوزن الدبلوماسي ديال البلاد. دولة كتستقبل استثمارات استراتيجية في مجال الطيران كتولي شريك كيتم حمايته وتأمينه ودمجه أكثر. هكذا الاقتصاد كيتحول لرافعة جيوسياسية. وهنا كاين الرهان الحقيقي، الرهان اللي أكبر من مجرد مصنع جديد ولا عقد صناعي إضافي. السؤال واضح وبلا تجميل، واش المغرب غادي يقدر يحول هذه الاستثمارات لكفاءة محلية عميقة، لخبرة هندسية مستقلة، ولا غيبقى غير أرض تنفيذ كنتظر قرارات جاية من برا؟ حيت ما خاصناش نوهموا راسنا، استضافة مصنع حتى ولو كان استراتيجي ما كافياش. الا بقات الهندسه برا، الا بقات ار&دي برا، الا بقات المناصب الحساسه عند اطر مستورده، غنبقاو غير في مستوى مقاوله من الباطن المحسنه. ولكن الا التكوين تطور فعلا، الا مدارس المهندسين طلع المستوى ديالها، الا التقنيين ولات عندهم خبره عاليه، الا المقاولات الصغرى ومراكز البحث بدات تنتج قيمه فكريه ماشي غير تجميع، في ذاك اللحظه المسار كيتبدل كليا. حيت بعد 20 عام الفرق غيكون واضح، اما المغرب يبقى حلقه تنافسيه ولكن قابله للاستبدال في السلسله العالميه، اما يولي فاعل معترف به قادر يتفاوض من موقع قوه، يصمم، يبتكر ويصدر المعرفه ماشي غير القطع. وهذه النقله هي اللي غادي تحدد واش الاستراتيجيه الحاليه غير ذكيه ولا تاريخيه فعلا.